نقاط القوة يعني علي بن الشيخ خلينا نتكلم على نقاط القوة الدفاعية في المغرب. المغرب حقيقة عنده دفاع قوي، يدافع كما يلزم الحال، لأن بين الوسط الميدان والدفاع متقاربين، دونك يعاونوهم في الدفاع للمدافعين. هذه القوة تاعهم. عندهم الوسط الميدان المغرب يلعب فنيا في المستوى ويهاجموا بسرعة. الإمارات نفس اللعب فنيات كذا، ولكن ما يسرعوش فيت كما يقولوا، يروحوا بالعقل كما يديروا البرازيليين، بالعقل ومن بعد باش يهاجموا. انا نظن المقابله هذه راح نشوفوا مقابله في المستوى العالي، ولكن كاينه حاجه واحده اللي حبيت نذكرها. هما شفنا المدرب تاع المغرب في التغييرات وفي التكتيك في المستوى، ولكن شفنا قالنا المدرب تاع الامارات قالنا تكتيكيا وفي التغييرات في المستوى. لماذا نتكلم على الامارات؟ لان شفت المقابله الجزائر والامارات، المدرب تاع الامارات عرف وراهم اللاعبين الجزائري اللي ينجموا يديروا له الخطر، اللي هو براهيمي وبولبينا. حط لهم اللاعبين تاعهم دي دافعين ولعبوا معاهم بخشونه باش ما يخليوش براهيمي يتحرك كاع كيما يدير ما نجمش. وهنايا تغلب تاع الامارات تغلب على ديالنا، ولكن هنا المدرب اللي راهو مقابل تاع المغرب او داكي يعرف هذا الشيء هذا. هل الامارات راح يديروا نفس اللعبه كما داروا الجزائر اللاعبين تاع المغرب، لان عندهم هجوم في المستوى وخاصه صحاب الوسط الميدان. المغرب عندهم كره هذيك سرعه وينجم اي لاعب يروى لك واحد اثنين ويروح. هنايا راح نشوفوا انا ليا بعد هذا كاع واش قلت، راح نشوفوا هنايا المدربين هما شكون اللي راح يتغلب تكتيكيا على الاخر. عادل، لو انا قلت لك عط محاضره للاعبين منتخب المغرب عن قوه المنظومه الدفاعيه في المنتخب الاماراتي، ماذا سوف تقول لهم؟ تنبيه، تحذير، انتبهوا. للمنتخب المغربي؟ لا، انت ابيك توصل رساله للاعبينكم عن قوه المغرب. ايش راح تقول لهم؟ اولا انا شفت المنتخب الاماراتي عنده قوه دفاعيه صلبه، رغم انه في المباريات الاولى انهزم امام الاردن ب2-1 وتعادل مع مصر 1-1، ولكن انفجر هجومه في المباراه الثالثه امام الكويت 3-1، واكد ذلك امام الجزائر، لانها كانت مباراه قويه تكتيكيا. وبالتالي ما يمتاز به المنتخب الاماراتي على المستوى الدفاعي فهو نشيط جدا، ورغم انه استقبل عدد من الاهداف، ولكن رغم ذلك يبقى صلابه دفاعيه. الى قلنا اللاعبين، ربما في المؤتمر الصحفي اليوم الذي حضرته كان هناك مقارنه بين المدربين. لاحظ يعني جل الصحفيين ناقشنا، يعني لا صحفيين اماراتيين ولا صحفيين مغاربه ناقشنا، لاحظنا في وجه المدرب الروماني كوزمين على انه متخوف من حاجه واحده، وهي ان المغرب اولا استفاد 4 أيام راحه، المنتخب الاماراتي فقط 3 أيام. لا خليك من الراحات. كلمني، انا قلت لك كلامي واضح. اذا بتنصح لاعبينكم عن المنافس غدا شو راح تقول لهم؟ يعني خصمك اولا يجب الهجوم منذ البدايه، يعني حطوا عينكم على منه مثلا، حطوا عينكم على كذا، اذا تبغي تخترق الدفاع الاماراتي لازم تعمل كذا، هذا قصدي يعني. لا فعلا انا متفق معك على اساس انه المباراه غادي تلعب كما قالوا الاخوان على جزئيات، وبالتالي المغرب عودنا على انه يلعب بمنظومه هجوميه، بمنظومه تكتيكيه من وسط الميدان ولعب مباشر، وبالتالي على مع صلابه الدفاع المنتخب الاماراتي وجب على طارق السكتيوي ان يدخل في المباراه منذ البدايه، لانها مباراه لا يمكن. كيف يعني يدخل منذ البدايه؟ يعني من البدايه يكون بصيغه هجوميه، يعني لا تكون هناك جس النبض،
كما يقال بين المنتخبين. يجب من البداية أن يهاجم حتى يستطيع أن يحقق على الأقل هدف، لأن تسجيل هدف لصالح المغرب يعطيه فرصة أنه أريحية، لأن المنتخب الإماراتي كلما كان هناك تعادل أو انتهى الشوط الأول بالتعادل تصعب المباراة على المنتخبين وبالأخص على المغرب، لأن المغرب يحبذ أن يسجل مبكرا لكي يتحكم في مجريات المباراة. وبالتالي أنا أنصح اللاعبين أنهم منذ البداية يشنون ضغطا على الدفاعات الإماراتية. ما تخاف من عملية إذا كان المنتخب هو خلاص أنا بمشي مع على جو عادي. نقطة واحدة بس دقيقة. الآن أنت لما تطالب لاعبين المنتخب المغربي بالضغط على المنتخب الإماراتي والهجوم بداية المباراة، ما عندك خوف أو توتر أو قلق من اللاعب الإماراتي كايو أو برونو؟ وهذا هو تعاون بينهم كبير، تفاهم وانسجام واضح يعني. فعلا يعني اندفاعك قد يعمل لك مشكلة كبيرة، قد يكون هو الهدف عليك. نعم فعلا، أنا قلت أنه استكمالا للتحليل على أنه يشن هجوم من بداية لكي يجعل المنتخب الإماراتي يتراجع، لأن كلما خنقت كما كان ضد المنتخب السوري استطاع المغرب أن يجعل البلوك با عند الفريق السوري لأنه لا استطاع أنه يتهجم. ثانيا يجب كذلك الاحتياط من الهجمات المرتدة للمنتخب الإماراتي الذي يتقن الهجمات المرتدة، لأنه إذا هاجمت بقوة حذاري من الحملات المضادة للمنتخب الإماراتي، لأنه عنده لاعبين ممكن يخلقوا الفارق في الهجمات، لأنه ممكن أن تترك المساحات في الظهر وبالتالي يستفيد منها المنتخب الإماراتي. زميلك مايد يتساءل يقول أوكي لو بدأ المنتخب المغربي مهاجما، من أين الهجوم سيكون؟ هل عن طريق لعب الأطراف؟ هل هو من العمق؟ هل هو إسقاط الكرة خلف المدافعين؟ من الأطراف، لأن قوة المنتخب المغربي لاحظنا لا سواء على المنتخب السعودي ولا على المنتخب السوري كانت دائما من الأطراف، لأن عندنا لاعبين يجيدون المراوغات من الطرفين، وبالتالي كما قلت لك لأن إراحة 4 أيام و3 أيام، وكذلك لا ننسى أن المنتخب الإماراتي لعب 120 دقيقة في مباراة قوية. نعم. هل سيحتفظ على المخزون البدني للإمارات لكي تجاري المنتخب المغربي الذي فاز في 90 دقيقة؟ طيب أحمد سعيد، أنت نفس الشيء، يعني هو يقول لك أنا أطالب لاعبين المغرب بأن يبتدون اللعب المباراة هجوميا ويتفق أنه هو يلعب على الأطراف. أنت شو تطالب في لاعبين المنتخب الإماراتي؟ وين نقاط الضعف اللي أنت ممكن تستغلها في المغرب يعني بكرة؟ في المغرب خالد، المغرب شوف نقاط الضعف عندهم مشكلة طبعا في نهاية الشوط الثاني يبدأ الرتم ينزل. نقطة إيجابية في تقريبا عندهم 4 لاعبين خالد موجودين عندنا في الدوري، احنا تعودنا عنهم. واحد منهم سفيان بوفتيني اللي هو المدافع قلب الدفاع، أتصور كل اللعيبة حتى في لعيبة لعبوا معاه في أكثر من موسم عارفين ستايله. طارق سودالي، البركاوي، وليد أزارو، خاصة على خط الدفاع. أنا كخط دفاعي أنا أعرف المهاجمين عدل اللي هم وليد أزارو، طارق سودالي. اسمح لي بس ثانية أنا آسف على المقاطعة لأني قاعد أشوف الآن وصول باريس سان جيرمان إلى مطار حمد الدولي في هذه اللحظات أو إلى الدوحة بملاقاة نادي فلامينغو في نهائي بطولة الانتركونتيننتال تاريخ 17 ديسمبر. تفضل رجع لك، تفضل. أوكي قلت تعرف لاعبين تعرف مدافعين. أعرف لاعبين بس خالد الله يخليك أنا بس أريد أعطي بيتين شعر الحين حق المنتخب الإماراتي. حق المنتخب الإماراتي. أوكي حاضر. رجع لي خل الريال حتى حق منتخب يلا تفضل. أقول فيها طبعا من المتنبي شاعرنا الكبير: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وبوجه حق عادل وأسمعت كلماتي من به صمموا. هاي حق بكرة. أنام من جفوني عن شوادرها، ويسهر الخلق جرها ويختصموا، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. حلو. مهجتي من هم صحابها، أدركتها بجواد ظهره حزم، رجلاه في الركض رجلان واليدين يد، وفعله ما تريد الكف والقدم، ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت، وموج الموت يلتطم. الخيل والليل والبيداء عرفني والسيف والرمح والغرطاس والقلم فاحنا لها تمورو. ولكن انت تمورو ونيفر داي. لا ولكن خلينا اكمل اخلص عليك. كمل. تمورو والنيفر داي. خلاص احنا بكره جايينك حبيبي. اوكي. ضيوف عندك في المغرب العظيم. مرحبا.
ما عندنا مشكله خالد، احنا راح نقابل مع المغرب 4 ايام 3 ايام مريحين مش مريحين، بكره احنا عندنا 90 دقيقه يعني ما في حياه وموت فيها. اوكي. اعتقد على لا تضحك يا حسام رجاء، لماذا تبتسم يا حسام؟ ولا القصيدة فما بالعربية الكلمة شواردها وليس ها؟ شواردهم. شواردها. شوية وصلت. العربية شوية. شواردها. هذا شعر المتنبي. شوارد. متنبي طيب، شعر المتنبي، لكن جملة أن ترى الأسد يكشر عن أنيابه أنه يبتسم، فأعتقد أن الأسد هو المغرب لأنه أسود الأطلس. لا وهذا أسد. ثانيا أنا أقول لك شيء. أولا هناك علاقات طيبة بين المغرب والإمارات. لو رأيت، لو سمحت لا تدخل لي الدول. لا مش على الكرة يا أخي الكرة خلينا في الدول على الكرة. عادل دقيقة. لا. أنا ملاحظ عليك كل ما دخلناك موضوع دخلت المملكة. لا أستاذ، مش على الدول. رياضة. أنا كنت أكلمك عن المنتخبين الكرة. أي أوكي تفضل. لاحظ أن اليوم طارق السكتيوي ماذا قال على الكرة الإماراتية. أتمنى أن تسمعوا، ربما تجيبوا التسجيل تسمع ماذا قال أنا كنت لاعبا في الدوري الإماراتي. صحيح. وهناك 4 لاعبين أو 5 في الدوري الإماراتي حاليا في المنتخب. وقال كذلك أنا أعشق كرة القدم الإماراتية التي أعطت الشيء الكثير للكرة الخليجية وللكرة العربية، وأحترم كرة القدم الإماراتية. وبالتالي قال في الأخير أنها مباراة ستلعب على جزئيات بسيطة، والمغرب سيدافع عن حقوقه من أجل الفوز في المباراة والتأهل إلى المباراة النهائية.